الشيخ جه. انت لسه هتحكي؟ دي بتنسل اخ لاخوه، دي اللي هترفعنا فوق وهتطلعنا السما وهتخلينا لنا كلمه في البلد. يا باشا النهارده الليله للصبح وطبل الزمار هيشتغل والفرح جايب له احمد عادل كروان الصعيد. ما هو برضه دي فرحه الشقي مش فرحه اي حد. يلا في انتظارك، سلام. سمعت الخبر الجديد يا ولد ابوي؟ خبر ايه في ليله زي دي بس؟ فرحتك مش هتكمل يا اخوي، بيقولوا ولد عمك مات في الزرع القبليه. مات ازاي؟ مات ازاي في ليله زي دي؟ فرحه بقالي 3 سنين مستنيه توقف ازاي؟ انا مش عارف اعمل الفرح، بس لو عملت الفرح عيلة عمك حلموني. طب بقول لك ايه، هو مات موتة ربني ولا حد موته؟ لا، حد موت ازاي يعني؟ وبعدين ده اكيد ده مات موتة ربنا. ده الناس هتقول وقع على بطال. اوعى وسيل عشان انا مسافر من لبكره لبعده. وسيلك وتسافر فين؟ ومالك واقف مش على بعضك ودك هتترعش؟ اوعى تشككني فيك، اوعى يكون انت اللي عاملها يا ود ابوي. وما فيش سفر والواجب دي مين هيوقف فيه؟ مين هيوقف في الواجب بتاع ولد عمك؟ انت اللي هتوقف فيه، وانت اخويا الكبير برضه. لا يا ولد ابوي، انا هدين واقف على بعضي، بس انا المصلحه دي راح تنقلني مكان احسن من اللي انا فيه، ولازم انا نسافر يا ولد ابوي. يعني برضه مش عايز تطوعني في كلامي وتقعد في البلد. طب ازاي؟ هبسطها لك. دلوقتي لو واجب بولد عمك ما اتعملش وفرح انا اللي كان اتعمل، ما كنتش هتوقف في فرحي وكنت هسافر برضه. اسمع هما كلمتين تنين، مفيش سفر واللي عندي قلته. لو كنت راجل وعلشان ابك مرجليه ابقى وريني هتسافر ازاي. اللي عاوزه يا ولد ابوي، بس انا ما كنتش مستني منك الكلمتين دول. وبعدين انا ما نبقاش ولد حماد الجرحي وعليه الشنب، لا عليه شنب وراجل. وانا داخل يا ولد ابوي وبقيتها سفر وانا احضر الواجب. بقول لك ايه؟ قول. بصراحه شاكك فيك. شاكك فيها يا ولد ابوي؟ طول ما وشك انا حافظك يا ولد ابوي، طول ما وشك بيجيب ميه كده طول انت بتتكلم اكيد انت عامل حاجه غلط. والله ما عامل حاجه غلط. ما تحلفش، اوعى تحلف لا تكون عاملها وانت قايل كده عشان انا اسكت. بس اسمع، ده ولد عمي من لحم ودم، ما ينفعش غير. اسمع، روح تغير وتلبس الجلابيه السوداء وتجيني. المهم معكش 1000 جنيه ولا حاجه في جيبك كده ولا كده؟ ما معيش يا ولد ابوي، الفلوس كلها جوه. ماشي. لا عاوزها يا ولد ابوي. يلا